فرق يا يونس. فرق؟ يا سلام، هي فرق دي بتتقال على اي حاجة كده؟ فرق دي ليها احترامها، بتنزل مع ديك رومي مع دكر بط، ساعتها وبقلب جامد اقول لك حاضر يا عم عويس يا ضو هفرق. امال يا يونس يا ضو الجبنه اللي بناكلها دي يتقال عليها ايه؟ باصي؟ دي ما يتقالش عليها حاجة، دي بكتير وكل وانت ساكت. يا ابني القناعة كنز لا يفنى. النهارده بناكل جبنة، يمكن ربنا بكره يفتح عليا وافتح لكم علبة تونة قطع يا يونس يا ضو. يا سلام على حنيتك وطيبة قلبك يابا. بابا ناولني رغيف. ماله حبيبي، اقوم امرهولك. تسلم يابا. ايه الحنية اللي انتوا فيها دي؟ المفروض ان احنا بقى نحبك ونسقف لك يابا. احنا لحد امتى هنفضل تحت؟ واولاد اسامة فراويلة فوق. الواد فهيم ابنه اللي كنت بشط عود الكبريت وارميه في قفاه، اللي كنا لما نروح نلعب كوره في مركز شباب الخان اوقفه الجون وما يقدرش يفتح بقه امه، دلوقتي بقى يبعتنا جيب له سجاير. يا ابني مش بيديك النص جنيه بقيه ال5. لحد امتى يابا هفضل الم انصاص ورباع؟ هاخدني ازاي كده؟ يا وريث يا وريث، انت زفت يا وريث. عاجبك اللي بيقوله ده يابا؟ مالها وريث يا ابني؟ ما بحبش الكلمه دي. انت كل كلمه هيطلعها عليك وتقول لي ما بحبهاش. قبل كده قال عليك بطاطا وبرضه اشتكيت. وبعدين ده صاحبك كتر خيره، سايب مصالحه ومفضي نفسه وقاعد يطلع عليك اسماء. فين في الزمان ده تلاقي اصحاب كده؟ بابا ممكن زيتونه؟ خد يا عم الزيتونه اهو. امر يا حبيبي. يا وريث احسن لك ترد يا وريث. ما كمل الاول يا يونس